انت ممكن تكون اتعلمت حاجات كتير في الحياة، لكن في حاجات انت لسه متعلمتهاش، او ممكن تكون تايهة عنك، او ممكن عقلك يكون عارفها بس رافض انك تتعلمها رغم ان هي سبب تعبك ووجعك وسبب المشاكل اللي انت فيها دلوقتي. وهي ثقافة التخلص. الحقيقة انك لازم تكتسب ثقافة التخلص، ان يبقى عندك القدرة على التخلص من الحاجات اللي بتتعبك ايا كانت هي ايه الحاجات دي، سواء اشخاص او مواقف او ذكريات او اماكن او حتى ضغوطات. المهم ما تسيبش نفسك تحت رحمة اي حاجة من دول. اتخلص من كل اللي بيتعبك، لان اللي ضاع من عمرك مش قليل. عشان كده من النهاردة لازم تعيش لنفسك وراحتك، وكفاية بقى اول حد كده. هو انتم مفكرين ان لما تتهربوا من مشاكل عشان مش قادرين تواجهوها كده هتتجنبوا الصدمات والاذى النفسي؟ بالعكس، انتوا كده بتأزموا الموضوع، لان كل مشكلة بتأجلها او كل حاجة بتهرب منها بتتراكم عليك لانك ما حلتهاش من البداية. فالتأجيل عبارة عن تأخير لإحساس الصدمة وتأخير لشعور الوجع مش أكتر. وزي ما كلنا عارفين إن وجع ساعة ولا كل ساعة. عشان كده خدها قاعدة في حياتك، مهما كان الحس متعب لكن هيفضل أفضل وأنسب حاجة ممكن تتعلمها، وهو تعب ساعة ولا كل ساعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو بعدك عن الشخص ده هيتعبك وخايف تتعب في بعده، فتقرر تكمل معاه من غير أي أمل ومن غير حتى ما تحس إن في مستقبل لعلاقتكم، فالأحسن إنك تبعد عنه. أنا عارف ومتأكد إنك هتتوجع، بس كل ما كان الوجع في أوله هيبقى أخف، والأيام سهل تعالج وجعك. لكن لو طالت المدة اللي هتعيشها مع شخص من غير ما يكون في أمل لاستمرار العلاقة بينكم، كل ما كترت الذكريات وكل ما زادت بينكم المواقف وكل ما هتعيش ليالي صعبة وخيبات أمل كتير، والحاجات دي بتتراكم عليك. فلما يجي اليوم اللي انت فضلت خايف وهربان منه لسنين وتلاقي نفسك بتسيب الشخص ده، وقتها وجعك هيبقى 10 أضعاف الوجع اللي انت كنت هتعيشه لو قدرت تاخد قرار البعد عن الشخص ده في أول فرصة جات لك وانت رفضت تتمسك بيها. عشان كده لازم تتعلم ثقافة التخلص، لأن ثقافة التخلص هي واحدة من أهم الحاجات اللي قادرة تحميك وتساعدك إنك تتخلص من أي حاجة بتتعبك. الحل في إيدك، وإنت اللي قادر تساعد نفسك بنفسك. احسم أمورك وخد قراراتك. فلان بيأذيك ابعد عنه، فلان مش حاسس بقيمتك ابعد عنه، المكان ده شايف إنه مش مناسب ليك ما تروحلهوش، المكان ده لما بتروح له بيضغط عليك تبطل تعدي من قدامه، الشخص ده كلامه سلبي ما تسمعلهوش. المواقف اللي بتسمعها دي بتأثر على راحتك، سد ودانك يا سيدي. انت المسؤول الاول والاخير عن نفسك وعن راحتك وعن كل حاجة محيطة بيك. انا معاك ان ممكن الظروف ساعات بتكون لها عامل سلبي عليك، لكن برضه بايدك تمسك نفسك كده وتجمد وما تسمحش للظروف تتحكم فيك. وده مش هيحصل الا لو كنت انت فعلا شخص منظم قراراتك وعندك جرأة كافية انك تحسم امورك افضل من ركنها او تأجيلها. مش هقولك ان المرحلة بتاعت الحسم دي هتعدي عليك بالساهل كده، لا، بالعكس، انت هتعاني والموضوع هيعمل عليك حمل كبير، وهتعيش تحت ضغط نفسي رهيب لفترة طويلة، لانك بتبقى عامل زي اللي بيدير شركة وفجأة اصبح مطالب بتغيير سياسة الشركة دي، او زي ما بيقولوا مطالب بإعادة هيكلتها. انا معاك انك هتتعب جدا في الاول، لكن مجرد ما تعيد هيكلة الشركة دي هتقدر تقف على رجليك من تاني. فهنا انت هتعاني فترة وبعدين هترجع لنفسك وهتلاقي روحك اللي انت نسيتها. احسن امورك، ما تأجلهاش مهما كلفك التمن. دمتم بخير.